أهلا وسهلا بكم مع تحديث جديد لأسعار الذهب من الصاغة المصرية وآخر تحديث سعر وقية الذهب عالميا. قبل أن نبدأ بندعوكم للاشتراك في القناة، تفعيل علامة الجرس، عمل لايك للفيديو عشان تقدروا تتابعوا التحديثات لحظة نشرها. سعر وقية الذهب حاليا بيسجل عالميا 2644 دولار، ودولار الصاغة النهاردة في مصر بيسجل 50 جنيه و92 قرش. إيه اللي بيحصل للذهب؟ طبعا في تطورات خطيرة جدا هتحصل النهاردة مع الإعلان بتاع الفيدرالي الأمريكي تخفيض 25 نقطة أساس. وطبعا كده واحنا بنتتبع السهم بتاع الذهب لابد ان احنا نشوف ايه الخطوات بتاعه الفيدرالي الامريكي، طبعا لان هي هتاثر على الدولار، فبالتالي برضه هتنعكس على السعر بتاع الذهب عالميا وهتبتدي برضه تاثر على سهم الذهب. بس في طبعا تطور ملحوظ دلوقتي بيحصل، هو ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحده مره تانية، واحنا اصلا في الاوقات بتاعه تخفيض الفايده اللي كله يعني بيتوقع ان احنا هنفضل مستمرين فيه. طيب ازاي بقى الفيدرالي الامريكي هيتغلب على مشكله ارتفاع معدلات التضخم مرة تانية، خاصة ان انت بتتوقع طبعا انه في سياسات اقتصادية الرئيس القادم للولايات المتحدة هيبتدي يطبقها، هتأثر برضو على المعدلات بتاعة التضخم وهترفعها. يبقى اذا هو كده يعني دي اجراءات نقدر نقول ان هي معاكسة للسياسة النقدية المتشددة بتاعة الفيدرالي الامريكي، ان هو عمال على مدى السنتين اللي فاتوا بيرفع معدلات الفايدة عشان يكافح التضخم، وخلاص لما جه بيبتدي ان هو يخفض معدلات الفايدة، فبتبص تلاقي طبعا اجراءات برضو ماليه بتبتدي تضرب في كل الاصلاح النقدي اللي كان بيعمله الفيدرالي الامريكي على مدار السنتين اللي فاتوا. وده يحطنا برضو قدام سؤال مهم جدا لابد ان انت تساله. هو دلوقتي جيروم باول كده مع الفتره اللي جايه وبدايه برضو استلام دونالد ترامب للحكم في الولايات المتحده مع السياسات اللي هو هيبتدي يطبقها، هل تتوقع ان جيروم باول هيفضل مستمر على نفس معدلات او جدول خفض الفائده في سنه 2025؟ احنا بقى النهارده معانا خبر بيقول الفيدرالي الامريكي على وشك إلغاء خطة خفض الفائدة في 2025. الكلام ده بقى معناه إيه؟ معناه إنه جيروم باول بيدي لنفسه دلوقتي يعني وضع استعداد، ان هو طبعا كان ماشي في سنه 2025 هيفضل يخفض الفايده وكان بيعتمد على ان التضخم بينخفض، لكن برضو خلي بالك ان هو كان بيتكلم على انه له صلاحيه وله حق تقرير ما اذا كان هيواصل خفض الفايده بناء على البيانات. وطبعا احنا كلنا بنتابع البيانات اهو كل يوم وكل اسبوع وكل شهر بنشوف إيه اللي هيحصل عشان نحاول يعني نتنبأ كده بالحركه بتاعه الذهب بناء على تحركات الفيدرالي. طيب الكلام اللي ابتدى يتناقل ده على الاجتماع بتاع النهارده بتاع خفض الفايده، ده معناه ان هم هيخفضوا فايده النهارده ولا هيسيبوا الفايده عند نفس المستويات؟ طبعا احنا بنتوقع ان هو هيخفض النهارده، بس مش بنتوقع بقى ان هو هيروح للمساحه بتاعه ال 50 نقطه اساس تخفيض، لا ده هو ممكن دلوقتي يخفض في الحدود بتاعه ال 25 نقطه اساس، وهيعتمد بقى على الفتره اللي جايه ان هو يشوف البيانات والتقارير ويتابع برضو كده ايه بحرص ايه اللي بيحصل في معدلات التضخم، بحيث طبعا ان لو ارتفعت معدلات التضخم فهيكون هو يعني برضو محافظ عند معدلات الفايده عند نسب قريبه يقدر يرفعها في اي وقت لو حب ان هو يرفعها. وبالتالي هي دي بقى كده العلاقه ما بين دونالد ترامب وجيروم باول في الفتره اللي جايه. دونالد ترامب جاي عمال بيقول على سياسات نقديه طبعا كلها العنوان الابرز فيها اللي هو عايز مصلحه الاقتصاد الامريكي وعايز ينشط الاقتصاد والتصنيع وكل هذا الكلام، بينما طبعا انت بتيجي تشوف برضو يعني المحصله بتاعه الاجراءات اللي هو هياخدها، الاجراءات الاقتصاديه هتلاقيها بتنعكس بالسلب على كل الاصلاحات النقديه اللي كان بنك الفيدرالي الامريكي بيعملها. لكن طبعا خلينا النهارده كده في الايه الذهب، مش عايزين نخش في مواضيع تانية بعيده عن الذهب. توقع طبعا ان هو هيخفض النهارده 25 نقطه اساس زي ما احنا شايفين كده. اتجاه الذهب دلوقتي هو اتجاه عرضي، دلوقتي يعني كان في عندنا نسبه شراء اعلى من نسبه البيع النهارده، فيعتبر برضو السعر ابتدى ان هو يرتد الى اعلى مره تانية يعني لحدود المنطقه بتاعه ال 2645 1650 دولار. امبارح طبعا كان العكس، كان مبيعات اعلى من المشتريات فشفناها بينزل لحدود المنطقه بتاعه ال 2639 و35 دولار. كنا طبعا بنعتمد امبارح على ان هو هينخفض كمان اكتر من كده، هينزل للمنطقه بتاعه ال 2620 1600، لكن برضو قلنا يعني احنا قدام مننا احتمال في اليوم اللي هو قبل تخفيض الفايده خلاص ما حصلش فيه انخفاض قوي للدهب زي ما كنا متوقعين.
متوقعين. اليوم بتاع تخفيض الفايده النهارده هنشوف هل هينخفض الى مساحات ال 2600 ولا لا، وفي عندنا برضو بكره فرصه اضافيه برضو ان انت تشوف فيه انخفاضات. يبقى بالنسبه للناس اللي عايزه تشتري الذهب تابع النهارده وبكره عشان تشوف الانخفاضات هتحصل ولا لا. لو حصلت يبقى انت كده عندك انخفاض عالمي للمساحه بتاعت ال 2600 او ال 2590 او ال 2580. هي دي المساحات اللي احنا يعني بنرشح بالشراء عليها. ما نتوقعش طبعا ان احنا نشوف مساحات سعريه للذهب اقل من من ال 2580. طيب عايزين نقول حاجه كده سريعا. طبعا احنا كان مستهدف الذهب هو 3000 دولار للاوقيه. كنا بنقول طبعا انه 3000 دولار للاوقيه كانت هتتحقق في نهايه سنه 2024. الناس اللي كانت متابعانا كده في شهر 7 وشهر 6 اللي فات هيتذكروا هذا الكلام. النهارده طبعا لما تيجي تبص على الذهب مش هتلاقي اي حد بيقول لك انه الذهب رايح لمستهدف ال 3000. طبعا النقطه اللي احنا فيها دلوقتي هي اللي موجوده تحت هنا دي، اللي هي بالخط الازرق اللي هنا ده، عند ال 2643 دولار. ال 3000 دولار اهي ده المستهدف بتاعنا. طبعا كل دي المسافه اللي كان المفروض الذهب ان هو يصعدها ويعمل حركه صعود على مدى 3 شهور اللي فاتوا. طبعا ما لقيناش الحركه بتاعت الصعود دي، فاحنا يعتبر كده في عندنا 400 دولار ما بين المستهدف الكبير اللي هو ال 3000 والمنطقه اللي احنا واقفين فيها دلوقتي. عايزين نقول ان كل 100 دولار ما بين ال 2650 لحد المنطقه بتاعت ال 3000 هي 100 دولار فيها يعني اول 100 دولار هي يعني صعبه جدا. ال 200 دولار او ال 100 دولار اللي بعد منها في غايه الصعوبه، وال 100 دولار اللي بعد منها اللي هي القمه قبل المستهدف دي حاجه طبعا في منتهى الصعوبه عشان انت توصل ليها. فانت محتاج موجات شراء عالميه للذهب طبعا تتحقق معاك. ما كانتش برضو يعني بتتحقق على مدى الثلاث شهور اللي فاتوا، لكن طبعا كانت موجوده في شهر 3 وشهر 4 وشهر 5 2024 وشهر 6 2024. ودينا طبعا شفنا النتائج بتاعتها انعكست على السعر بتاع الذهب لما وصل للمنطقه بتاعت ال 2790 دولار. طب ايه الاسباب اللي خلتنا ما نطلعش للمستهدف ده؟ على فكره كمان ده احنا كنا هنطلع المستهدف اللي هو بتاع ال 3000 دولار للاوقيه. كنا بنتوقع ان هو هيحصل تصحيح على السعر العالي اللي هو 3000 دولار ده، وهننزل بقى زي كده الطريقه اللي انت بتشوف بيها التصحيحات اللي بتحصل، لكن هننزل بقى من ال 3000 للمنطقه بتاعت ال 2875 2880 عشان طبعا يبقى المنطقه اللي هي ما بين ال 2875 وال 2900 وال 2950 هي المنطقه طبعا متوسط السعر الجديد للسهم بتاع الذهب بعد طبعا تحقيق المستهدف اللي هو ال 3000 والنزول منه مره ثانيه. ما حصلش الكلام ده طبعا، والكلام ده كان مبني على سيناريو اللي هو بتاع فوز مرشحه الحزب الديمقراطي. طبعا اللي فوزها كان معناه ان انت هتبتدي تشوف برضو تواصل لمشتريات الذهب وارتفاعات للذهب عالميا لحد ما كان هيوصل للمستهدف ده. كان في بعض الناس برضو بتتوقع ان المستهدف ده انت كده كده هتوصل له في سنه 2025، يعني في شهر 9 اللي جاي في سنه 2025. طبعا ما تحققش السيناريو الاول، ولكن السيناريو الثاني لسه في مسافه طبعا حوالي 9 شهور ليه علشان يتحقق. فهل فعلا السيناريو بتاع ال 3000 دولار للاوقيه هيتحقق ولا لا؟ مش بس فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسيه الامريكيه هو طبعا اللي يعني انهى فكره المستهدف اللي هو ال 3000 للذهب، لا ده كمان التوابع بتاعه فوز دونالد ترامب والتصريحات اللي قالها طبعا وقت الحمله الانتخابيه بتاعته، والتصريحات برضو او يعني التاثير او المردود بتاعها اللي احنا لسه شايفينه لحد دلوقتي ده برضو ادى لضربه ثانيه للذهب. شفنا طبعا سهم البيتكوين بيبتدي يغرد خارج السرب، يعني دلوقتي سهم البيتكوين بقى مسجل 104,000 دولار و553 دولار وراجع من المنطقه بتاعت ال 108,000 دولار. يعني كده كان عامل قمه تاريخيه جديده. طبعا احنا كنا بنتكلم على البيتكوين ده لما كان عند المنطقه بتاعت حاجه و80,000 دولار، يعني مثلا 88 او 87,000 دولار كان في الحدود دي كده. تخيل بقى هو طالع من المنطقه بتاعت ال 86 87,000 دولار لمنطقه ال 104,000 دولار حاليا. طبعا بنقول كل ارتفاع للسهم بتاع البيتكوين هو بينتقص من السيوله بتاعت الذهب عالميا، لان كل سيوله بتخرج من سهم الذهب طبعا بتتجه الى سهم البيتكوين. لو حصل العكس بقى هو انهيار كبير في سهم البيتكوين ده طبعا هتلاقيه بيبتدي يسمع معاك في السهم بتاع الذهب. لكن يعني واضح كده انه السنه اللي احنا فيها والسنه اللي جايه برضه هيبقى في ارتفاعات لسهم البيتكوين مع اتجاه بقى الافراد للاستثمار في الاصول الافتراضيه زي البيتكوين بقى والعملات المشفره وما الى ذلك. طبعا احنا هنفضل متابعين معاك التحديثات بتاعه الذهب، نتوقع ان هو هيحصل انخفاض عند المنطقه بتاعه ال 2620 او ال 2600. سعر
وقيت الذهب عالميا بيسجل 2640 دولار، ودولار الصاغه النهارده في مصر بيسجل 50 جنيه و92 قرش. واسعار الذهب النهارده في مصر عيار 24 لو هتشتري 4314، لو هتبيع 4297، عيار 22 لو هتشتري 3955، لو هتبيع 3939، عيار 21 لو هتشتري 3775، لو هتبيع 3760، عيار 18 لو هتشتري 3236، لو هتبيع 3223، عيار 14 لو هتشتري 2517، لو هتبيع 2507، عيار 12 لو هتشتري 2157، لو هتبيع 2149، الأونصة لو هتشتري 134189، لو هتبيع 133656، الجنيه الدهب لو هتشتري 30200، لو هتبيع 30080. لحد هنا كده نكون خلصنا التحديث بتاع النهارده. اتمنى من كل الناس اللي هي بتتابع الفيديوهات انها تشترك في القناه وتفعل علامه الجرس وتعمل لايك للفيديو عشان تقدر تتابع الفيديوهات لحظه نشرها. شكرا لكم جميعا ونشوفكم في التحديث اللي جاي.